تعالوا تعالوا بسرعة يا بنات، بسرعة بسرعة بسرعة. ازيكم؟ الحمد لله. ايه رأيكم بقى ان انا عندي ليكم مفاجأة كبيرة قوي؟ خير يا بابي، في ايه؟ ما تقول يا بابي فرحنا، جبت لنا هدية؟ لا مش انا اللي جبت لكم، انما مامي هي اللي هتجيب لكم. مامي؟ ايوه مامي هتجيب لكم اخت تالتة ليكم. بجد؟ اه والله بجد. يلا روحوا باركوا لها يلا. مبروك يا ماما. هي مامي مالها يا بابي؟ مفيش يا حبيبتي، هي اصل لما كنا عند الدكتور كانت تعبت شويه كده. اصل ساعات بحس انها مش بتحبنا. لا لا يا مريم، انت بتقولي ايه يا حبيبتي؟ اوعي تقولي كده ابدا. هو برضه في ما بتحبش بناتها؟ مريم اوعي تقولي كده يا حبيبتي لحسن ازعل منك. قولولي، انتوا اتعشيتوا ايوه يا بابي. وعملتوا الهوم ورك بتاعكم؟ طبعا. طيب مش يلا بقى على سرايركم، شوفوا الساعه بقت كام، انتوا اتاخرتوا قوي النهارده. صباح الخير يا بابا. وانتوا من اهلا. هي عاملة ايه يا ام البنات؟ فرحان قوي يا فريد. طبعا يا حبيبتي فرحان. يا جيهان يا حبيبتي البنات رزقها واسع. انت مش فاكرة فاطمة اول ما اتولدت اخدت يوميها علاوة 25 جنيه، ومريم وهي لسه في المستشفى اترقيت وبقيت مدرس اول، وانا متأكد ان اختهم التالتة ان شاء الله هتيجي ومعاها خير كتير قوي. قول لي يا فريد، انت سعيد معايا؟ انا اظن يا حبيبتي ان السؤال يبقى انت سعيدة معايا؟ وانت شايف ايه؟ انا بصراحة عندي اكتر من احتمال، قول انت احسن. انا ساعات يا فريد بحس اني اسعد انسانة في الدنيا، وساعات تانية. ايه سكتي ليه؟ اقول لك انا؟ قول. لانك مش مصالحة نفسك، مش حاسة بالقناعة، مش عارفة طعم الرضا. هو حرام يا فريد الواحد يحلم بالاحسن؟ لا طبعا مش حرام، بالعكس، ده لو الواحد يقدر يحققه يبقى لازم يحلم بيه، لكن ما يفرضش ارادته يا جيهان. هو برضه في مخلوق يقدر يفرض ارادته على ارادة اللي خلقه؟ في انسان يقدر يحدد هو هيجي الدنيا في انه يوم وهيسيب الدنيا في انه يوم؟ اهو انت يا جيهان لو فهمتي الكلام ده هتستريحي. يا فريد يا حبيبي انا ما طلبتش كتير، انا كل اللي نفسي فيه هو الولد وبس. على الاقل لو انا وانت حصل لنا اي حاجة يبقى سند الاخوات. من حقك يا حبيبتي، وانا كمان نفسي في ولد، بس ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في انه ما يدلناش الولد ده. مش معنى كده بقى اننا نعترض على ارادته، بالعكس لازم نرضى ونشكره. قول لي يا فريد، لو يعني العلم اثبت ان الست هي المسؤولة عن تحديد الجنين، وانت نفسك في الولد ده، كنت هتتجوز عليا او حتى كنت هتطلقني؟ معنى كلامك ده انه علشان انا المسؤول عن نوع الجنين ساكت وراضي لا طبعا، انا عمري ما فكرت بالشكل ده يا جيهان، الا اذا كنت انت بقى فكرت في كده. لا انا ما قلتش كده، بس كلامك معناه كده، ودي حاجة تزعلني جدا. امال عاصم اخوك يعمل ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ما ارادلوش انه يخلف من اصله لا ولد ولا بنت؟ على فكرة بقى انا طول عمري بحترمه هو ومها، لانهم ما فكروش ابدا يروحوا لدكتور ولا يكشفوا علشان يعرفوا مين السبب، وهم عايشين هم بقالهم سنين سعداء وقريبين من بعض وزي الفل. ارضي يا جيهان، ارضي يا حبيبتي باللي ربنا قاسمهولك. انا هنزل اعمل مشوار كده،
شوفي لو كنت عايزه حاجه اجيبها لك معايا بالمره. طيب يا بابا، باي باي.